لو هفتح مطعم في يوم من الايام فالاكله دي لازم تبقى موجوده في المنيو. اول حاجه انا جبت صدور فراخ وقطعتها مكعبات صغيره وابتديت ان انا اشوحها في شويه زبده حلوين كده، وحطيت لها توابل بسيطه خالص يا دوبك فلفل اسود بابريكا شويه كزبره حلوين كده وفل قوي على خلاص كده. الفراخ اتشوحت كويس، ابتديت ان انا احط بصل وفلفل الوان وكمان شويه زيتون كده وشويه فلفل. والنجم بتاع الاكله النهارده هو صوص الرانش، حطيت شويه حلوين كده على الفراخ وقلبتهم كويس مع بعض. هنعمل بقى البشاميل سريعا زبده ودقيق ولبن زي ما انتوا عارفين. هنقلب بقى كويس جدا، واهم حاجه اللبن يكون ساقع مع شويه فلفل اسود حلوين، وظبطت الملح وكده البشاميل بقى جاهز. وبعدين نزلت بالمكرونه على الفراخ وقلبتهم كويس قوي مع بعض، وبعدين نزلت بالبشاميل. وعايزه اقول لكم يا جماعه الريحه كانت فظيعه مع كام تقليبه بقى حلوه لكل الكلام ده مع بعض. وعايزه اقول لكم ان الصوت لوحده اصلا كان يجوع. جبت بقى الصينيه بتاعتي وابتديت ان انا احط فيها المكرونه زي ما انتوا شايفين، وطبعا من فوق الوش حطيت شويه من الجبنه كده على شويه هاليبينو كمان، ودخلتها الفرن يا جماعه لحد ما الوش يحمر زي ما انتوا شايفين. واول